والله بصوا يعني كنت بقلب كده في رسائل عندي من جروبات اللي انا فيها على الواتساب. فلقيت في رسالة كده معينة بتتكلم عن ان في آية معينة، لو احنا وقفنا عندها شوية كده هنحس ان الآية دي بتلمس حاجة جوانا. الآية دي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تخيلوا بقى كده ان ربنا اختار الصبر بالذات، ما قالش صلوا ولا صاموا ولا تصدقوا، مع ان دي يعني العبادات العظيمة او من العبادات العظيمة، لكن قال صبروا. علشان هنا الصبر حاجة محدش شايفها، وجع جواك وسكتة جواك، مفيش حد حاسس بيه غيرك. صبر بقى على حد مشي، صبر على الخذلان من الناس ومن الحاجات اللي احنا بنتخذل فيها، صبر على حاجة كنت مستنياها وما جاتش. صابرين وبنقول الحمد لله. بس احنا جوانا ألف سؤال. أصعب حاجة في الصبر إن انت تكمل وانت مش قادر، بتقوم وانت تعبان بس بتكمل، علشان جواك يقين ان ربنا شايفني وانه مش هيضيع تعبي. وربنا قال: إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني من غير حساب، من غير حدود. علشان كده العوض ما بيجيش عادي، بيجي فجأة وفي وقت انت كنت فاقد الأمل، وبيجي بشكل يخليك تقول كل ده كان ليا أنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. علشان كده العوض ما بيجيش عادي، بيجي فجأة وفي وقت انت كنت فاقد الأمل، وبيجي بشكل يخليك تقول كل ده كان ليا انا. الصبر مش ضعف، الصبر ان انت مكمل رغم كل حاجة. الجملة اللي تختصر كل ده: اللي صبر بصدق ربنا هيعوضه بشكل ينسيه كل اللي فات. قولولي ايه اكتر حاجة صبرتوا عليها وحاسين ان ربنا لسه شايل لكم عوضها. وفي النهاية صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.